تعال نحل الجدال الازلي اللي بين الميديا باير واصحاب المشاريع. اسوق على جوجل ادز ولا اسوق على السوشيال ميديا؟ اللي كل الناس عارفاه ان السوشيال ميديا عباره عن انك بتدور على عميل ممكن يكون عنده الاهتمام ده وتعرض عليه شغلك، تعرض عليه منتجاتك. وان جوجل ادز عباره عن ان العميل بيكون مهتم ببرودكت معين وانت دورك تعرض عليه شغلك بطريقه صح. احب اقول لك ان الكلام ده كان زمان، دلوقتي الكلام اتغير. مع انتشار الاي اي جوجل بتلعبها صح وبدات تكوش على السوق كله. طب تعالى نعمل مقارنه بسيطه ما بين جوجل ادز والسوشيال ميديا. اول حاجه اعمل لايك، يلا بينا. دلوقتي لو انت هدفك الاويرنس، عايز تبني براند، هتروح لجوجل ادز ولا هتروح للسوشيال ميديا؟ بقوه السوشيال ميديا شغاله جدا. طب جوجل ادز بدات تشتغل على النقطه دي وبقوه، وهتعرف السبب في الفيديو الجاي. طب انت لو بتبيع برودكت عندك حاجتين، يا اما البرودكت بتاعك يكون معروف يا اما ما يكونش معروف. طب لو معروف والكاستمر نفسه قادر ان هو يبحث عنه، فجوجل ادز تكتسح الحته دي. طب لو البرودكت مش معروف، السوشيال ميديا شغاله بقوه، ولكن جوجل ادز بدات تنافس في الحته دي، تبدا تعمل اويرنس وديسبلاي وبرفورمانس ماركتنج، حاجه جامده جدا. طب لو انت بتقدم سيرفيس، عندك حل من الاثنين، يا اما السيرفيس دي تكون اوفلاين او اونلاين. طب هي لو اوفلاين، شركات الصيانه، الدكاتره اللي بتعمل زيارات منزليه، شركات النظافه، الناس دي كلها عندها فيتشر جامده جدا في جوجل ادز اسمها ايه؟ جوجل لوكال سيرفيس ادز. الفيتشر دي انت بتدفع بعد ما بتاخد النتائج، بس الفكره كلها لازم تتعمل صح. عايز تعملها صح كلمني. عندك النقطه الثانيه ان السيرفيس دي تكون اونلاين. طب احنا بنقسمها لحاجتين، السيرفيس دي بي تو بي، بزنس تو بزنس، ولا بي تو سي، بزنس تو كاستمر. لو بي تو بي فجوجل شغاله جدا، وفي نفس الوقت عندك لينكد ان وتويتر. طب لو بي تو سي، من البيزنس للكاستمر، لو الخدمه دي معروفه فعليكوا على جوجل على طول. طب لو مش معروفه فانت هتروح للسوشيال ميديا، وفي نفس الوقت جوجل شغاله في النقطه دي. كده انت تبقى عرفت امتى تشتغل سوشيال ميديا وامتى تشتغل